السلام عليكم يا أصدقائي. النهاردة هنتكلم عن تمرين مهم جدا لعضلات الفخذة، وخصوصا العضلة الخلفية وكمان الأمامية. التمرين ده بنعمله على الجهاز واحنا قاعدين، وبتبدأ تسحب الرجلين لتحت كده زي ما انت شايف في الفيديو. ركز معايا وانت بتسحب، حاول تخلي الحركة بطيئة ومتحكم فيها وما تشدش بسرعة. حس بالعضلة الخلفية وهي بتشتغل، وبعد كده ارجع بهدوء للوضع الأول. التمرين ده مش بس بيقوي العضلة الخلفية، لأ، كمان بيدي شكل متناسق للفخذة كلها، وبيساعدك في ثبات الركبة وحركة الرجلين عموديا. ممكن تعمل 3 مجموعات، كل مجموعة من 10 ل 12 تكرار. ما تنساش تاخد نفس وانت طالع وتخرجه وانت نازل. جرب التمرين ده مرتين في الأسبوع، وصدقني هتشوف فرق كبير في القوة والشكل. بنعمله على الجهاز واحنا قاعدين، وبتبدأ تسحب الرجلين لتحت كده زي ما انت شايف في الفيديو. ركز معايا وانت بتسحب، حاول تخلي الحركة بطيئة ومتحكم فيها وما تشدش بسرعة. حس بالعضلة الخلفية وهي بتشتغل، وبعد كده ارجع بهدوء للوضع الأول. التمرين ده مش بس بيقوي العضلة الخلفية، لأ، كمان بيدي شكل متناسق للفخذة كلها، وبيساعدك في ثبات الركبة وحركة الرجلين عموديا. ممكن تعمل 3 مجموعات، كل مجموعة من 10 ل 12 تكرار. ما تنساش تاخد نفس وانت طالع وتخرجه وانت نازل. جرب التمرين ده مرتين في الأسبوع، وصدقني هتشوف فرق كبير في القوة والشكل.